بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فنحن حركة شباب كفاية ومخيمات تندوف نتوجه هذه المرة للمجتمع الدولي، وخصوصا إلى أعضاء مجلس الأمن الذين يناقشون خلال هذه الأيام قضية الصحراء. ونريد من خلال هذه الرسالة أن نقول إننا سئمنا من الانتظار ومن الوعود الكاذبة لقيادة البوليسار الفاسدة، والتي لا هم لها إلا الاقتناع على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره والتلاعب بمصيره إلى ما لا نهاية. إننا في حركة شباب كفاية في مخيمات تندوف نتوجه بنداء عاجل للمجتمع الدولي، نعلن من خلاله دعمنا التام لمقترح الحكم الذاتي الذي يعتبر هو السبيل الوحيد لإخراج هؤلاء اللاجئين من هذه المحنة التي طال أمدها، والعودة إلى أرض الوطن في انتظار هذا المقترح. وفي الأخير نريد أن نبشر أهلنا في المخيمات والمناطق الجنوبية بالصحراء وكذلك في المهجر إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إلى ما لا نهاية. فانتظرونا إن شاء الله عن قريب داخل وخارج المخيمات. الحكم الذاتي هو الحل. حركة شباب كفاية، مخيمات الحمادة.